ادمان العمليات بقى موجود. انا دي مشكله كان كبيره قوي. الاسبوع اللي فات في عيانه جت تقول لي، انا قلت لها دي كويسه كذا، مش محتاجه قالت لك لا، تقول لي انا لازم اعمل حاجه. مفيش حاجه في الدنيا اسمها يعني بنوته صغيره شكلها لطيف جميل جدا، عملنا لها حاجه كانت محتاجاها، بقيت ملامح وشها لطيف، تمسك جفن عينها مناخيرها شفايفها لسه دقنها، هسأل عنها. لازم اعمل. مش لازم تعمل، لان ممكن نوصل لمرحله الادمان لو مفيش كنترول من الدكتور على المريض. هيبقى الموضوع كارثي، لان في النهايه لو مفيش مشكله العيانه بتكتشف برضو ان الدكتور ما عملهاش حاجه، وهنخش في مشكله في الريزلت والساتسفاكشن. وكمان من الناحيه الاخلاقيه ان انا بعرض العيانه العمليه هي مش محتاجه. فكل ده بيخلي المصداقيه بتاعه الدكتور ممكن تاخد وقت على ما يبان الكلام ده، وتحس هي بالكلام ده بعد 3-4 سنين 5 سنين الكلاينت دي هتعرف قد ايه الدكتور احمد اداها النصيحه او عملت حاجه بره بالزبط. اكتشفت ان هي غلط. مع خبره السنين خلاص العيان المدمن عمليات ملهاش لازمه، خلاص بيخرج بره السكوب بتاعنا. وبمنتهى الشياكه بنقول له لا، ولو انت عاوز تعمل حاجه ممكن تلجأ لدكتور تاني.